بسم الله توكلت على الله. ازيكم يا حلوين؟ هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل وصفه عالميه بجد. هنعمل الرز البخاري على اصوله من غير اي افتكاسات. هو ده الاصلي الاصلي الاصلي. بصوا بقى اللحمه دايبه دوب فيه ازاي، ما شاء الله. قلت اجرب الاكل بايدي، لان الاكل بالايد دي سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. فبجد بجد كانت تحفه. يعني لا، جربت التجربه، اتبسطت بصراحه وانا باكل بايدي، يعني ما شاء الله بجد. الرز كان تحفة. الوصفة سهلة بسيطة. هنستبدل الرز البسمتي برز مصري لو مش في الإمكان، عشان ما تقوليليش ده هيتعمل برز بسمتي والرز البسمتي غالي. ولو عايزة تعمليها بالفراخ اوكي، مفيش أي مشكلة. بس دي الوصفة الأصلية، دي الأصلية. يعني ما غيرناش منها أي حاجة ولا زودنا عليها أي حاجة خالص. عندي الوك بتاعنا حطينا فيه معلقة سمنة بلدي ومعلقتين زيت كبار، تمام. سخنت الزيت بتاعي سخن، نزلنا بيه ببصلتين كبار متقطعين ترانشات، تمام. هنبدأ ان احنا نقلب فيها لغاية ما تدبل كويس جدا معانا، وبعد كده ننزل بمعلقة سكر ونقلب قلب قلب قلب، تمام. انا عايزه البصله بتاعتي تبقى متكرمله، يعني فيها كده حاجه، يعني تبقى عامله زي سويت اند صور كده. عندي 4 جزرات على كيلو الرز، حطيت 4 جزرات قطعتهم شرايح رفيعه جدا جدا. وبعد كده نزلتهم على البصلايه. بعد ما دبلت نفضل ان احنا نقلب البصلايه مع الجزرايه لغايه ما تحمر وتدبل معايا كويس جدا. ما زودتش لسه اي حاجه خالص، ولا اي توابل ولا اي حاجه. بعد ما تدبل معايا كويس جدا عندي كوبايه زبيب، هنبدا ان احنا نقلبها بالظبط بالظبط 5 دقايق. وهقول لكم هنعمل ايه. مش هنسويها اكتر من كده عشان الزبيب ما يتحرقش معانا. هاخد نص الكميه هركنها على جنب، وهنسيب النص التانية في الوك بتاعنا وهوريكم هنعمل ايه، تمام. بصوا الريحه طالعه تجنن تجنن بجد بجد، اكله روعه. عندي كيلو لحمه من اي قطعيه انت عايزاها. انا اخدت القطعيه اللي هي بتاعت الانتركوت دي، انا بحبها جدا. وبعد كده نزلت باللحمه بتاعتي، قعدت ان انا اقلب اقلب كويس جدا، اديها تشويحه كويسه، يعني تاخد لونين، يعني مجرد ان هي بس تغير لونها، تمام. هبدأ هقلب كويس جدا في المكونات. وبعد كده بعد ما غيرت لونها هننزل بميه سخنه بتغلي. بس قبل ما ننزل بميه سخنه بتغلي، التوابل بتاعه الرز البخاري: كمون وكزبره وفلفل اسمر، تمام، وال7 بهارات. خلاص، هي دي التوابل بتاعتها، ما تغيريش ولا تقللي ولا اي حاجه. بعد ما نزلنا بالمكونات هنحط كوبايه صوص اللي هي الصلصه، او صلصه عندك اوكي مفيش اي مشكله، معلقه فلفل اسمر كبيره، ونقلب كويس جدا. ونسيب اللحمه مع التوابل بتاعتنا مع البهارات تستوي بالظبط ساعه بالظبط. هنغطيها لغايه ما تستوي. بصي بقى الصوص بقى يجنن، عامل ازاي تقيل وتحفه ويجنن بجد، ملهوش حل. استبدلي الرز البسمتي بالرز المصري بتاعنا، ولا في اي مشكله خالص. لو مش في الامكان ان انت تستخدمي الرز البسمتي عشان غالي شويه. نزلت بكيلو رز كنت غسلاه، انا مش بنقع الرز البسمتي خالص. غسلت الرز ونزلت بيه على طول على اللحمه. وبعد كده حطيت بابريكا، حطيت كركم، حطيت حبهان، حطيت ورق لورا، حطيت ايه تاني يا نشوى؟ قرفه. بس على كده ونزلنا بباقي الكميه، نزلنا وملحت الرز بتاعي، تمام. ونزلت بباقي الكميه اللي هي بتاعه الخضار، نزلت بيها. وبعد كده خلاص على كده ونقلب كويس جدا ونسيب الرز يستوي معانا. انا غطيت الرز بتاعي بالغطا، بس حسيت ان الغطا مش محكم على الوك بتاعي، لان ده مش الغطا بتاعه. فجبت ورق فويل. اول ما اتشرب معايا جبت ورق فويل، رحت مغطياه كويس جدا. وبعد كده سبته يستوي على نار هاديه قوي. يعني بعد ما يتشرب، بصوا زي ما انا بوريكم اهو، بعد ما اتشرب غطيته بورق فويل وسبته يستوي على نار هاديه كويس جدا على البخار بتاعه كده عشان يستوي، تمام. عشان احنا اتفقنا انا مش بنقع الرز البسمتي بتاعي. هنبدا ان احنا نجيب الشوكه بتاعتي، انا مش بقلب غير بالشوكه عشان الرز ما يعجنش معايا. هبدا ان انا اقلبه. واو الريحه طالعه بيرفكت بجد تجنن. حلوه جدا، ووجبه دسمه قوي قوي قوي، وفيها فوائد عاليه جدا وحكايه. بجد بجد جربوا الوصفه هتعجبكم جدا جدا. واللهم احسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب ولا ندري. وجربوا الرز البخاري على طريقتي، هتحبوه جدا، هتعشقوه، هتعتمدوه. كل حاجه. يا رب تكون وصفاتي سهله بسيطه عليكم. يا رب. اخر حاجه اقولها لكم: باي باي يا حلوين.